يعني كل ده حصل دلوقتي ازاي؟ 4 اخبار للاهلي دلوقتي، 3 اخبار حلوين وخبر وحش جدا وهينكد عليك وصدمه لكل الاهلاويه. وكمل معانا الفيديو للاخر. مبدئيا كده يا جماعه، نبدا بالاخبار الحلوه ولا نبدا بالخبر الوحش؟ لا، نبدا بالاخبار الحلوه وننكد عليكم في الاخر يا جماعه. اول خبر حلو معانا وهو جاهزيه احمد السيد زيزو لماتش سموحه القادم. يا جماعه احمد السيد زيزو خلص التاهيل بتاعه وبدا انه ينزل في التمرين الجماعي، يشارك في التمرين الجماعي بشكل جزئي، وخلال الايام القادمه هيشارك بشكل كامل يا جماعه، وهيكون موجود في ماتش سموحه اللي جاي. لو ما لعبش اساسي بنسبه كبيره جدا هيكون على دكه البدلاء يا جماعه. تاني خبر حلو معانا يا جماعه وهو ان اياس تورو عمل جلسه دلوقتي حالا مع يوسف بالعمري، وطلب منه طلب غريب جدا يا جماعه. طب هتقول لي طب ايه الخبر الوحش في ان هو عمل جلسه مع يوسف بالعمري؟ الخبر الوحش يا جماعه ان اياس تورو عمل جلسه مع يوسف بالعمري، طالبوا فيه باستمراره في الاداء اللي هو قدمه في الماتش امبارح، ويكمل على الاداء ده ويدوس على نفسه شويه عشان يحجز مقعد اساسي ويحجز مكان اساسي مع الفريق، علشان احمد كوكا عنده رقم واحد. قسما بالله يا جماعه عمل الجلسه وقال كده ليوسف بالعمري. ما اعرفش المدرب ده دماغه فيها ايه، الراجل ده مش هيكمل معانا يا جدعان والله. يعني طالب الراجل اللي عمل اداء قوي جدا لباك شمال وعرضيات كتيره جدا، بيطالبوا ان هو يدوس على نفسه عشان يحجز مكان اساسي عشان كوكا رقم واحد عنده. انا مش فاهم الراجل ده دماغه فيه ايه، والراجل ده مش هيكمل معانا يا جماعه. تالت خبر حلو وجميل جدا بالنسبه لي يا جماعه وهو كاموش عمل جلسه مع مدرب النادي الاهلي وطلب انتهاء وقطع اعارته ويرجع تاني لناديه، علشان هو مش عارف يتاقلم مع النادي الاهلي ومش عارف يتاقلم مع اللعيبه. وبالنسبه لي الخبر ده جميل جدا 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 يا جماعه. واللاعب ما دام اللاعب عايز يقطع اعارته ويرجع تاني لناديه، تعرف ان هو ما عندوش شخصيه ومش هيقدر يثبت نفسه. هو كده كده اصلا ما عندوش حاجه يقدمها للنادي الاهلي، عشان الراجل لما جه النادي الاهلي عرف ان النادي الاهلي كبير جدا عليه، وعرف ان الموضوع كبير جدا 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 ومش هيقدر يقدم حاجه. فان هو يطلب من نفسه قطع اعارته ويرجع تاني لناديه، فدي يعني الحمد لله انها جت منه يا جماعه. واللي فرحان يكتب في الكومنتات مش عايزين نشوف وشك تاني يا كمويش. رابع خبر ده بقى وده اللي هينكد على الاهلاويه كلهم، وبجد مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه. بجد والله العظيم ما عارف اقول لكم ايه. امام عاشور في عيد ميلاده النهارده جاي له عروض كبيره جدا من الدوري السعودي والدوري الامريكي، والنادي الاهلي بيناقش العروض دي يا جماعه. كل الناس يقولوا في الكومنتات مع او ضد رحيل امام عاشور. يعني كل ده حصل دلوقتي ازاي؟ 4 اخبار للاهلي دلوقتي، 3 اخبار حلوين وخبر وحش جدا وهينكد عليك وصدمه لكل الاهلاويه. وكمل معانا الفيديو للاخر. مبدئيا كده يا جماعه، نبدا بالاخبار الحلوه ولا نبدا بالخبر الوحش؟ لا، نبدا بالاخبار الحلوه وننكد عليكم في الاخر يا جماعه. اول خبر حلو معانا وهو جاهزيه احمد السيد زيزو لماتش سموحه القادم. يا جماعه احمد السيد زيزو خلص التاهيل بتاعه وبدا انه ينزل في التمرين الجماعي، يشارك في التمرين الجماعي بشكل جزئي، وخلال الايام القادمه هيشارك بشكل كامل يا جماعه، وهيكون موجود في ماتش سموحه اللي جاي. لو ما لعبش اساسي بنسبه كبيره جدا هيكون على دكه البدلاء يا جماعه. تاني خبر حلو معانا يا جماعه وهو ان اياس تورو عمل جلسه دلوقتي حالا مع يوسف بالعمري، وطلب منه طلب غريب جدا يا جماعه. طب هتقول لي طب ايه الخبر الوحش في ان هو عمل جلسه مع يوسف بالعمري؟ الخبر الوحش يا جماعه ان اياس تورو عمل جلسه مع يوسف بالعمري، طالبوا فيه باستمراره في الاداء اللي هو قدمه في الماتش امبارح، ويكمل على الاداء ده ويدوس على نفسه شويه عشان يحجز مقعد اساسي ويحجز مكان اساسي مع الفريق، علشان احمد كوكا عنده رقم واحد. قسما بالله يا جماعه عمل الجلسه وقال كده ليوسف بالعمري. ما اعرفش المدرب ده دماغه فيها ايه، الراجل ده مش هيكمل معانا يا جدعان والله. يعني طالب الراجل اللي عمل اداء قوي جدا لباك شمال وعرضيات كتيره جدا، بيطالبوا ان هو يدوس على نفسه عشان يحجز مكان اساسي عشان كوكا رقم واحد عنده. انا مش فاهم الراجل ده دماغه فيه ايه، والراجل ده مش هيكمل معانا يا جماعه. تالت خبر حلو وجميل جدا بالنسبه لي يا جماعه وهو كاموش عمل جلسه مع مدرب النادي الاهلي وطلب انتهاء وقطع اعارته ويرجع تاني لناديه، علشان هو مش عارف يتاقلم مع النادي الاهلي ومش عارف يتاقلم مع اللعيبه. وبالنسبه لي الخبر ده جميل جدا 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 يا جماعه. واللاعب ما دام اللاعب
عايز يقطع اعارته ويرجع تاني للنادي، تعرف ان هو ما عندوش شخصيه ومش هيقدر يثبت نفسه، وهو كده كده اصلا ما عندوش حاجه يقدمها للنادي الاهلي. عشان الراجل لما جه النادي الاهلي عرف ان النادي الاهلي كبير جدا عليه، وعرف ان الموضوع كبير جدا 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 ومش هيقدر يقدم حاجه، فان هو يطلب من نفسه قطع اعارته ويرجع تاني للنادي، فدي يعني الحمد لله انها جت منه يا جماعه. واللي فرحان يكتب في الكومنتات مش عايزين نشوف وشك تاني يا كمويش. رابع خبر ده بقى، وده اللي هينكد على الاهلاويه كلهم، وبجد مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، بجد والله العظيم ما عارف اقول لكم ايه. امام عاشور في عيد ميلاده النهارده جاي له عروض كبيره جدا من الدوري السعودي والدوري الامريكي، والنادي الاهلي بيناقش العروض دي يا جماعه. كل الناس يقولوا في الكومنتات مع او ضد رحيل امام عاشور. يعني كل ده حصل دلوقتي ازاي؟ 4 اخبار للاهلي دلوقتي، 3 اخبار حلوين وخبر وحش جدا وهينكد عليك وصدمه لكل الاهلاويه. وكمل معانا الفيديو للاخر. مبدئيا كده يا جماعه، نبدا بالاخبار الحلوه ولا نبدا بالخبر الوحش؟ لا، نبدا بالاخبار الحلوه وننكد عليكم في الاخر يا جماعه. اول خبر حلو معانا وهو جاهزيه احمد السيد زيزو لماتش سموحه القادم يا جماعه. احمد السيد زيزو خلص التاهيل بتاعه وبدا انه ينزل في التمرين الجماعي، يشارك في التمرين الجماعي بشكل جزئي، وخلال الايام القادمه هيشارك بشكل كامل يا جماعه، وهيكون موجود في ماتش سموحه اللي جاي. لو ما لعبش اساسي بنسبه كبيره جدا هيكون على دكه البدلاء يا جماعه. تاني خبر حلو معانا يا جماعه وهو ان اياس تورو عمل جلسه دلوقتي حالا مع يوسف بالعمري، وطلب منه طلب غريب جدا يا جماعه. طب هتقول لي طب ايه الخبر الوحش في ان هو عمل جلسه مع يوسف بالعمري؟ الخبر الوحش يا جماعه ان اياس تورو عمل جلسه مع يوسف بالعمري، طالبه فيه باستمراره في الاداء اللي هو قدمه في الماتش امبارح، ويكمل على الاداء ده ويدوس على نفسه شويه عشان يحجز مقعد اساسي ويحجز مكان اساسي مع الفريق، علشان احمد كوكا عنده رقم 1. قسما بالله يا جماعه عمل الجلسه وقال كده ليوسف بالعمري. ما اعرفش المدرب ده دماغه فيها ايه، الراجل ده مش هيكمل معانا يا جدعان والله. يعني طالب الراجل اللي عمل اداء قوي جدا لباك شمال وعرضيات كتيره جدا، بيطالبوا ان هو يدوس على نفسه عشان يحجز مكان اساسي عشان كوكا رقم 1 عنده. انا مش فاهم الراجل ده دماغه فيه ايه، والراجل ده مش هيكمل معانا يا جماعه. تالت خبر حلو وجميل جدا بالنسبه لي يا جماعه وهو كاموش عمل جلسه مع مدرب النادي الاهلي وطلب انتهاء وقطع اعارته ويرجع تاني للنادي، علشان هو مش عارف يتاقلم مع النادي الاهلي ومش عارف يتاقلم مع اللعيبه. وبالنسبه لي الخبر ده جميل جدا 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 يا جماعه. واللاعب ما دام اللاعب عايز يقطع اعارته ويرجع تاني للنادي، تعرف ان هو ما عندوش شخصيه ومش هيقدر يثبت نفسه، وهو كده كده اصلا ما عندوش حاجه يقدمها للنادي الاهلي. عشان الراجل لما جه النادي الاهلي عرف ان النادي الاهلي كبير جدا عليه، وعرف ان الموضوع كبير جدا 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 ومش هيقدر يقدم حاجه، فان هو يطلب من نفسه قطع اعارته ويرجع تاني للنادي، فدي يعني الحمد لله انها جت منه يا جماعه. واللي فرحان يكتب في الكومنتات مش عايزين نشوف وشك تاني يا كمويش. رابع خبر ده بقى، وده اللي هينكد على الاهلاويه كلهم، وبجد مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، بجد والله العظيم ما عارف اقول لكم ايه. امام عاشور في عيد ميلاده النهارده جاي له عروض كبيره جدا من الدوري السعودي والدوري الامريكي، والنادي الاهلي بيناقش العروض دي يا جماعه. كل الناس يقولوا في الكومنتات مع او ضد رحيل امام عاشور. يعني كل ده حصل دلوقتي ازاي؟ 4 اخبار للاهلي دلوقتي، 3 اخبار حلوين وخبر وحش جدا وهينكد عليك وصدمه لكل الاهلاويه. وكمل معانا الفيديو للاخر. مبدئيا كده يا جماعه، نبدا بالاخبار الحلوه ولا نبدا بالخبر الوحش؟ لا، نبدا بالاخبار الحلوه وننكد عليكم في الاخر يا جماعه. اول خبر حلو معانا وهو جاهزيه احمد السيد زيزو لماتش سموحه القادم يا جماعه. احمد السيد زيزو خلص التاهيل بتاعه وبدا انه ينزل في التمرين الجماعي، يشارك في التمرين الجماعي بشكل جزئي، وخلال الايام القادمه هيشارك بشكل كامل يا جماعه، وهيكون موجود في ماتش سموحه اللي جاي. لو ما لعبش اساسي بنسبه كبيره جدا هيكون على دكه البدلاء يا جماعه. تاني خبر حلو معانا يا جماعه وهو ان اياس تورو عمل جلسه دلوقتي حالا مع يوسف بالعمري، وطلب منه طلب غريب جدا يا جماعه. طب هتقول لي طب ايه الخبر الوحش في ان هو عمل جلسه مع يوسف بالعمري؟ الخبر الوحش يا جماعه ان اياس تورو عمل جلسه مع يوسف بالعمري، طالبه فيه باستمراره في الاداء اللي هو قدمه في الماتش امبارح، ويكمل على الاداء ده ويدوس على نفسه شويه عشان يحجز مقعد اساسي ويحجز مكان اساسي مع الفريق، علشان احمد كوكا عنده رقم 1.
قسما بالله يا جماعه عمل الجلسه وقال كده ليوسف بالعمري، ما اعرفش المدرب ده دماغه فيها ايه، الراجل ده مش هيكمل معانا يا جدعان والله. يعني طالب الراجل اللي عمل اداء قوي جدا لباك شمال وعرضيات كتيره جدا، بيطالبوا ان هو يدوس على نفسه عشان يحجز مكان اساسي عشان كوكا رقم واحد عنده. انا مش فاهم الراجل ده دماغه فيه ايه، والراجل ده مش هيكمل معانا يا جماعه. تالت خبر حلو وجميل جدا بالنسبه لي يا جماعه، وهو كاموش عمل جلسه مع مدرب النادي الاهلي وطلب انتهاء وقطع اعارته ويرجع تاني للنادي، علشان هو مش عارف يتاقلم مع النادي الاهلي ومش عارف يتاقلم مع اللعيبه. وبالنسبه لي الخبر ده جميل جدا 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 يا جماعه. واللاعب ما دام اللاعب عايز يقطع اعارته ويرجع تاني للنادي، تعرف ان هو ما عندوش شخصيه ومش هيقدر يثبت نفسه، وهو كده كده اصلا ما عندوش حاجه يقدمها للنادي الاهلي. عشان الراجل لما جه النادي الاهلي عرف ان النادي الاهلي كبير جدا عليه، وعرف ان الموضوع كبير جدا 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 ومش هيقدر يقدم حاجه، فان هو يطلب من نفسه قطع اعارته ويرجع تاني للنادي، فدي يعني الحمد لله انها جت منه يا جماعه. واللي فرحان يكتب في الكومنتات مش عايزين نشوف وشك تاني يا كمويش. رابع خبر ده بقى، وده اللي هينكد على الاهلاويه كلهم، وبجد مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، بجد والله العظيم ما عارف اقول لكم ايه. امام عاشور في عيد ميلاده النهارده جاي له عروض كبيره جدا من الدوري السعودي والدوري الامريكي، والنادي الاهلي بيناقش العروض دي يا جماعه. كل الناس يقولوا في الكومنتات مع او ضد رحيل امام عاشور. يعني كل ده حصل دلوقتي ازاي؟ 4 اخبار للاهلي دلوقتي، 3 اخبار حلوين وخبر وحش جدا وهينكد عليك وصدمه لكل الاهلاويه. وكمل معانا الفيديو للاخر. مبدئيا كده يا جماعه، نبدا بالاخبار الحلوه ولا نبدا بالخبر الوحش؟ لا، نبدا بالاخبار الحلوه وننكد عليكم في الاخر يا جماعه. اول خبر حلو معانا وهو جاهزيه احمد السيد زيزو لماتش سموحه القادم يا جماعه. احمد السيد زيزو خلص التاهيل بتاعه وبدا انه ينزل في التمرين الجماعي، يشارك في التمرين الجماعي بشكل جزئي، وخلال الايام القادمه هيشارك بشكل كامل يا جماعه، وهيكون موجود في ماتش سموحه اللي جاي. لو ما لعبش اساسي بنسبه كبيره جدا هيكون على دكه البدلاء يا جماعه. تاني خبر حلو معانا يا جماعه وهو ان اياس تورب عمل جلسه دلوقتي حالا مع يوسف بالعمري، وطلب منه طلب غريب جدا يا جماعه. طب هتقول لي طب ايه الخبر الوحش في ان هو عمل جلسه مع يوسف بالعمري؟ الخبر الوحش يا جماعه ان اياس تورب عمل جلسه مع يوسف بالعمري، طالبوا فيه باستمراره في الاداء اللي هو قدمه في الماتش امبارح، ويكمل على الاداء ده ويدوس على نفسه شويه عشان يحجز مقعد اساسي ويحجز مكان اساسي مع الفريق، علشان احمد كوكا عنده رقم واحد. قسما بالله يا جماعه عمل الجلسه وقال كده ليوسف بالعمري، ما اعرفش المدرب ده دماغه فيها ايه، الراجل ده مش هيكمل معانا يا جدعان والله. يعني طالب الراجل اللي عمل اداء قوي جدا لباك شمال وعرضيات كتيره جدا، بيطالبوا ان هو يدوس على نفسه عشان يحجز مكان اساسي عشان كوكا رقم واحد عنده. انا مش فاهم الراجل ده دماغه فيه ايه، والراجل ده مش هيكمل معانا يا جماعه. تالت خبر حلو وجميل جدا بالنسبه لي يا جماعه وهو كاموش عمل جلسه مع مدرب النادي الاهلي وطلب انتهاء وقطع اعارته ويرجع تاني للنادي، علشان هو مش عارف يتاقلم مع النادي الاهلي ومش عارف يتاقلم مع اللعيبه. وبالنسبه لي الخبر ده جميل جدا 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 يا جماعه. واللاعب ما دام اللاعب عايز يقطع اعارته ويرجع تاني للنادي، تعرف ان هو ما عندوش شخصيه ومش هيقدر يثبت نفسه، وهو كده كده اصلا ما عندوش حاجه يقدمها للنادي الاهلي. عشان الراجل لما جه النادي الاهلي عرف ان النادي الاهلي كبير جدا عليه، وعرف ان الموضوع كبير جدا 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 ومش هيقدر يقدم حاجه، فان هو يطلب من نفسه قطع اعارته ويرجع تاني للنادي، فدي يعني الحمد لله انها جت منه يا جماعه. واللي فرحان يكتب في الكومنتات مش عايزين نشوف وشك تاني يا كمويش. رابع خبر ده بقى، وده اللي هينكد على الاهلاويه كلهم، وبجد مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، بجد والله العظيم ما عارف اقول لكم ايه. امام عاشور في عيد ميلاده النهارده جاي له عروض كبيره جدا من الدوري السعودي والدوري الامريكي، والنادي الاهلي بيناقش العروض دي يا جماعه. كل الناس يقولوا في الكومنتات مع او ضد رحيل امام عاشور. يعني كل ده حصل دلوقتي ازاي؟ 4 اخبار للاهلي دلوقتي، 3 اخبار حلوين وخبر وحش جدا وهينكد عليك وصدمه لكل الاهلاويه. وكمل معانا الفيديو للاخر. مبدئيا كده يا جماعه، نبدا بالاخبار الحلوه ولا نبدا بالخبر الوحش؟ لا، نبدا بالاخبار الحلوه وننكد عليكم في الاخر يا جماعه. اول خبر حلو معانا وهو جاهزيه احمد السيد زيزو لماتش
سموحه القادم يا جماعه احمد السيد زيزو خلص التاهيل بتاعه وبدا انه ينزل في التمرين الجماعي، يشارك في التمرين الجماعي بشكل جزئي، وخلال الايام القادمه هيشارك بشكل كامل يا جماعه، وهيكون موجود في ماتش سموحه اللي جاي. لو ما لعبش اساسي بنسبه كبيره جدا هيكون على دكه البدلاء يا جماعه. تاني خبر حلو معانا يا جماعه، وهو ان اياس تورو عمل جلسه دلوقتي حالا مع يوسف بالعمري وطلب منه طلب غريب جدا يا جماعه. طب هتقول لي طب ايه الخبر الوحش في ان هو عمل جلسه مع يوسف بالعمري؟ الخبر الوحش يا جماعه ان اياس تورو عمل جلسه مع يوسف بالعمري طالبوا فيه باستمراره في الاداء اللي هو قدمه في الماتش امبارح، ويكمل على الاداء ده ويدوس على نفسه شويه عشان يحجز مقعد اساسي ويحجز مكان اساسي مع الفريق، علشان احمد كوكا عنده رقم واحد. قسما بالله يا جماعه عمل الجلسه وقال كده ليوسف بالعمري، ما اعرفش المدرب ده دماغه فيها ايه، الراجل ده مش هيكمل معانا يا جدعان والله. يعني طالب الراجل اللي عمل اداء قوي جدا لباك شمال وعرضيات كتيره جدا، بيطالبوا ان هو يدوس على نفسه عشان يحجز مكان اساسي عشان كوكا رقم واحد عنده. انا مش فاهم الراجل ده دماغه فيه ايه، والراجل ده مش هيكمل معانا يا جماعه. تالت خبر حلو وجميل جدا بالنسبه لي يا جماعه، وهو كاموش عمل جلسه مع مدرب النادي الاهلي وطلب انتهاء وقطع اعارته ويرجع تاني لناديه، علشان هو مش عارف يتاقلم مع النادي الاهلي ومش عارف يتاقلم مع اللعيبه. وبالنسبه لي الخبر ده جميل جدا 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 يا جماعه. واللاعب ما دام اللاعب عايز يقطع اعارته ويرجع تاني لناديه، تعرف ان هو ما عندوش شخصيه ومش هيقدر يثبت نفسه، هو كده كده اصلا ما عندوش حاجه يقدمها للنادي الاهلي، عشان الراجل لما جه النادي الاهلي عرف ان النادي الاهلي كبير جدا عليه، وعرف ان الموضوع كبير جدا 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 ومش هيقدر يقدم حاجه. فان هو يطلب من نفسه قطع اعارته ويرجع تاني لناديه، فدي يعني الحمد لله انها جت منه يا جماعه. واللي فرحان يكتب في الكومنتات مش عايزين نشوف وشك تاني يا كمويش. رابع خبر ده بقى، وده اللي هينكد على الاهلاويه كلهم، وبجد مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، بجد والله العظيم ما عارف اقول لكم ايه. امام عاشور في عيد ميلاده النهارده جاي له عروض كبيره جدا من الدوري السعودي والدوري الامريكي، والنادي الاهلي بيناقش العروض دي يا جماعه. كل الناس يقولوا في الكومنتات مع او ضد رحيل امام عاشور. يعني كل ده حصل دلوقتي ازاي؟ 4 اخبار للاهلي دلوقتي، 3 اخبار حلوين وخبر وحش جدا وهينكد عليك وصدمه لكل الاهلاويه. وكمل معانا الفيديو للاخر. مبدئيا كده يا جماعه نبدا بالاخبار الحلوه ولا نبدا بالخبر الوحش؟ لا نبدا بالاخبار الحلوه وننكد عليكم في الاخر يا جماعه. اول خبر حلو معانا وهو جاهزيه احمد السيد زيزو لماتش سموحه القادم يا جماعه. احمد السيد زيزو خلص التاهيل بتاعه وبدا انه ينزل في التمرين الجماعي، يشارك في التمرين الجماعي بشكل جزئي، وخلال الايام القادمه هيشارك بشكل كامل يا جماعه، وهيكون موجود في ماتش سموحه اللي جاي. لو ما لعبش اساسي بنسبه كبيره جدا هيكون على دكه البدلاء يا جماعه. تاني خبر حلو معانا يا جماعه، وهو ان اياس تورو عمل جلسه دلوقتي حالا مع يوسف بالعمري وطلب منه طلب غريب جدا يا جماعه. طب هتقول لي طب ايه الخبر الوحش في ان هو عمل جلسه مع يوسف بالعمري؟ الخبر الوحش يا جماعه ان اياس تورو عمل جلسه مع يوسف بالعمري طالبوا فيه باستمراره في الاداء اللي هو قدمه في الماتش امبارح، ويكمل على الاداء ده ويدوس على نفسه شويه عشان يحجز مقعد اساسي ويحجز مكان اساسي مع الفريق، علشان احمد كوكا عنده رقم واحد. قسما بالله يا جماعه عمل الجلسه وقال كده ليوسف بالعمري، ما اعرفش المدرب ده دماغه فيها ايه، الراجل ده مش هيكمل معانا يا جدعان والله. يعني طالب الراجل اللي عمل اداء قوي جدا لباك شمال وعرضيات كتيره جدا، بيطالبوا ان هو يدوس على نفسه عشان يحجز مكان اساسي عشان كوكا رقم واحد عنده. انا مش فاهم الراجل ده دماغه فيه ايه، والراجل ده مش هيكمل معانا يا جماعه. تالت خبر حلو وجميل جدا بالنسبه لي يا جماعه، وهو كاموش عمل جلسه مع مدرب النادي الاهلي وطلب انتهاء وقطع اعارته ويرجع تاني لناديه، علشان هو مش عارف يتاقلم مع النادي الاهلي ومش عارف يتاقلم مع اللعيبه. وبالنسبه لي الخبر ده جميل جدا 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 يا جماعه. واللاعب ما دام اللاعب عايز يقطع اعارته ويرجع تاني لناديه، تعرف ان هو ما عندوش شخصيه ومش هيقدر يثبت نفسه، هو كده كده اصلا ما عندوش حاجه يقدمها للنادي الاهلي، عشان الراجل لما جه النادي الاهلي عرف ان النادي الاهلي كبير جدا عليه، وعرف ان الموضوع كبير جدا 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 ومش هيقدر يقدم حاجه. فان هو يطلب من نفسه قطع اعارته ويرجع تاني لناديه، فدي يعني الحمد لله انها جت منه يا جماعه. واللي فرحان يكتب في الكومنتات مش عايزين نشوف وشك تاني يا كمويش. رابع خبر ده بقى، وده اللي هينكد على الاهلاويه كلهم، وبجد مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، بجد والله العظيم ما عارف اقول لكم ايه.
امام عاشور في عيد ميلاده النهارده جاي له عروض كبيره جدا من الدوري السعودي والدوري الامريكي، والنادي الاهلي بيناقش العروض دي يا جماعه. كل الناس يقولوا في الكومنتات مع او ضد رحيل امام عاشور. يعني كل ده حصل دلوقتي ازاي؟ 4 اخبار للاهلي دلوقتي، 3 اخبار حلوين وخبر وحش جدا وهينكد عليك وصدمه لكل الاهلاويه، وكمل معانا الفيديو للاخر. مبدئيا كده يا جماعه، نبدا بالاخبار الحلوه ولا نبدا بالخبر الوحش؟ لا، نبدا بالاخبار الحلوه وننكد عليكم في الاخر يا جماعه. اول خبر حلو معانا وهو جاهزيه احمد السيد زيزو لماتش سموحه القادم يا جماعه. احمد السيد زيزو خلص التاهيل بتاعه وبدا انه ينزل في التمرين الجماعي، يشارك في التمرين الجماعي بشكل جزئي، وخلال الايام القادمه هيشارك بشكل كامل يا جماعه، وهيكون موجود في ماتش سموحه اللي جاي. لو ما لعبش اساسي بنسبه كبيره جدا هيكون على دكه البدلاء يا جماعه. تاني خبر حلو معانا يا جماعه وهو ان اياس تورب عمل جلسه دلوقتي حالا مع يوسف بالعمري، وطلب منه طلب غريب جدا يا جماعه. طب هتقول لي طب ايه الخبر الوحش في ان هو عمل جلسه مع يوسف بالعمري؟ الخبر الوحش يا جماعه ان اياس تورب عمل جلسه مع يوسف بالعمري، طالبوا فيه باستمراره في الاداء اللي هو قدمه في الماتش امبارح، ويكمل على الاداء ده ويدوس على نفسه شويه عشان يحجز مقعد اساسي ويحجز مكان اساسي مع الفريق، علشان احمد كوكا عنده رقم 1. قسما بالله يا جماعه عمل الجلسه وقال كده ليوسف بالعمري. ما اعرفش المدرب ده دماغه فيها ايه، الراجل ده مش هيكمل معانا يا جدعان والله. يعني طالب الراجل اللي عمل اداء قوي جدا لباك شمال وعرضيات كتيره جدا، بيطالبوا ان هو يدوس على نفسه عشان يحجز مكان اساسي عشان كوكا رقم 1 عنده. انا مش فاهم الراجل ده دماغه فيه ايه، والراجل ده مش هيكمل معانا يا جماعه. تالت خبر حلو وجميل جدا بالنسبه لي يا جماعه وهو كاموش عمل جلسه مع مدرب النادي الاهلي وطلب انتهاء وقطع اعارته ويرجع تاني للنادي، علشان هو مش عارف يتاقلم مع النادي الاهلي ومش عارف يتاقلم مع اللعيبه. وبالنسبه لي الخبر ده جميل جدا 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 يا جماعه. واللاعب ما دام اللاعب عايز يقطع اعارته ويرجع تاني للنادي، تعرف ان هو ما عندوش شخصيه ومش هيقدر يثبت نفسه، هو كده كده اصلا ما عندوش حاجه يقدمها للنادي الاهلي. عشان الراجل لما جه النادي الاهلي عرف ان النادي الاهلي كبير جدا عليه، وعرف ان الموضوع كبير جدا 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 ومش هيقدر يقدم حاجه، فان هو يطلب من نفسه قطع اعارته ويرجع تاني للنادي، فدي يعني الحمد لله انها جت منه يا جماعه. واللي فرحان يكتب في الكومنتات مش عايزين نشوف وشك تاني يا كمويش. رابع خبر ده بقى، وده اللي هينكد على الاهلاويه كلهم، وبجد مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، بجد والله العظيم ما عارف اقول لكم ايه. امام عاشور في عيد ميلاده النهارده جاي له عروض كبيره جدا من الدوري السعودي والدوري الامريكي، والنادي الاهلي بيناقش العروض دي يا جماعه. كل الناس يقولوا في الكومنتات مع او ضد رحيل امام عاشور. يعني كل ده حصل دلوقتي ازاي؟ 4 اخبار للاهلي دلوقتي، 3 اخبار حلوين وخبر وحش جدا وهينكد عليك وصدمه لكل الاهلاويه، وكمل معانا الفيديو للاخر. مبدئيا كده يا جماعه، نبدا بالاخبار الحلوه ولا نبدا بالخبر الوحش؟ لا، نبدا بالاخبار الحلوه وننكد عليكم في الاخر يا جماعه. اول خبر حلو معانا وهو جاهزيه احمد السيد زيزو لماتش سموحه القادم يا جماعه. احمد السيد زيزو خلص التاهيل بتاعه وبدا انه ينزل في التمرين الجماعي، يشارك في التمرين الجماعي بشكل جزئي، وخلال الايام القادمه هيشارك بشكل كامل يا جماعه، وهيكون موجود في ماتش سموحه اللي جاي. لو ما لعبش اساسي بنسبه كبيره جدا هيكون على دكه البدلاء يا جماعه. تاني خبر حلو معانا يا جماعه وهو ان اياس تورب عمل جلسه دلوقتي حالا مع يوسف بالعمري، وطلب منه طلب غريب جدا يا جماعه. طب هتقول لي طب ايه الخبر الوحش في ان هو عمل جلسه مع يوسف بالعمري؟ الخبر الوحش يا جماعه ان اياس تورب عمل جلسه مع يوسف بالعمري، طالبوا فيه باستمراره في الاداء اللي هو قدمه في الماتش امبارح، ويكمل على الاداء ده ويدوس على نفسه شويه عشان يحجز مقعد اساسي ويحجز مكان اساسي مع الفريق، علشان احمد كوكا عنده رقم 1. قسما بالله يا جماعه عمل الجلسه وقال كده ليوسف بالعمري. ما اعرفش المدرب ده دماغه فيها ايه، الراجل ده مش هيكمل معانا يا جدعان والله. يعني طالب الراجل اللي عمل اداء قوي جدا لباك شمال وعرضيات كتيره جدا، بيطالبوا ان هو يدوس على نفسه عشان يحجز مكان اساسي عشان كوكا رقم 1 عنده. انا مش فاهم الراجل ده دماغه فيه ايه، والراجل ده مش هيكمل معانا يا جماعه. تالت خبر حلو وجميل جدا بالنسبه لي يا جماعه وهو كاموش عمل جلسه مع مدرب النادي الاهلي وطلب
انتهاء وقطع اعارته ويرجع تاني لناديه علشان هو مش عارف يتاقلم مع النادي الاهلي ومش عارف يتاقلم مع اللعيبه. وبالنسبه لي الخبر ده جميل جدا 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 يا جماعه. واللاعب ما دام اللاعب عايز يقطع اعارته ويرجع تاني لناديه، تعرف ان هو ما عندوش شخصيه ومش هيقدر يثبت نفسه، هو كده كده اصلا ما عندوش حاجه يقدمها للنادي الاهلي. عشان الراجل لما جه النادي الاهلي عرف ان النادي الاهلي كبير جدا عليه، وعرف ان الموضوع كبير جدا 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 ومش هيقدر يقدم حاجه. فان هو يطلب من نفسه قطع اعارته ويرجع تاني لناديه، فدي يعني الحمد لله انها جت منه يا جماعه. واللي فرحان يكتب في الكومنتات مش عايزين نشوف وشك تاني يا كمويش. رابع خبر ده بقى، وده اللي هينكد على الاهلاويه كلهم، وبجد مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه. بجد والله العظيم ما عارف اقول لكم ايه. امام عاشور في عيد ميلاده النهارده جاي له عروض كبيره جدا من الدوري السعودي والدوري الامريكي، والنادي الاهلي بيناقش العروض دي يا جماعه. كل الناس يقولوا في الكومنتات مع او ضد رحيل امام عاشور. يعني كل ده حصل دلوقتي ازاي؟ 4 اخبار للاهلي دلوقتي، 3 اخبار حلوين وخبر وحش جدا وهينكد عليك وصدمه لكل الاهلاويه. وكمل معانا الفيديو للاخر. مبدئيا كده يا جماعه، نبدا بالاخبار الحلوه ولا نبدا بالخبر الوحش؟ لا، نبدا بالاخبار الحلوه وننكد عليكم في الاخر يا جماعه. اول خبر حلو معانا وهو جاهزيه احمد السيد زيزو لماتش سموحه القادم يا جماعه. احمد السيد زيزو خلص التاهيل بتاعه وبدا انه ينزل في التمرين الجماعي، يشارك في التمرين الجماعي بشكل جزئي، وخلال الايام القادمه هيشارك بشكل كامل يا جماعه، وهيكون موجود في ماتش سموحه اللي جاي. لو ما لعبش اساسي بنسبه كبيره جدا هيكون على دكه البدلاء يا جماعه. تاني خبر حلو معانا يا جماعه وهو ان اياس تورو عمل جلسه دلوقتي حالا مع يوسف بالعمري، وطلب منه طلب غريب جدا يا جماعه. طب هتقول لي طب ايه الخبر الوحش في ان هو عمل جلسه مع يوسف بالعمري؟ الخبر الوحش يا جماعه ان اياس تورو عمل جلسه مع يوسف بالعمري، طالبوا فيه باستمراره في الاداء اللي هو قدمه في الماتش امبارح، ويكمل على الاداء ده ويدوس على نفسه شويه عشان يحجز مقعد اساسي ويحجز مكان اساسي مع الفريق، علشان احمد كوكا عنده رقم 1. قسما بالله يا جماعه عمل الجلسه وقال كده ليوسف بالعمري. ما اعرفش المدرب ده دماغه فيها ايه، الراجل ده مش هيكمل معانا يا جدعان والله. يعني طالب الراجل اللي عمل اداء قوي جدا لباك شمال وعرضيات كتيره جدا، بيطالبوا ان هو يدوس على نفسه عشان يحجز مكان اساسي عشان كوكا رقم 1 عنده. انا مش فاهم الراجل ده دماغه فيه ايه، والراجل ده مش هيكمل معانا يا جماعه. تالت خبر حلو وجميل جدا بالنسبه لي يا جماعه وهو كاموش عمل جلسه مع مدرب النادي الاهلي وطلب انتهاء وقطع اعارته ويرجع تاني لناديه علشان هو مش عارف يتاقلم مع النادي الاهلي ومش عارف يتاقلم مع اللعيبه. وبالنسبه لي الخبر ده جميل جدا 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 يا جماعه. واللاعب ما دام اللاعب عايز يقطع اعارته ويرجع تاني لناديه، تعرف ان هو ما عندوش شخصيه ومش هيقدر يثبت نفسه، هو كده كده اصلا ما عندوش حاجه يقدمها للنادي الاهلي. عشان الراجل لما جه النادي الاهلي عرف ان النادي الاهلي كبير جدا عليه، وعرف ان الموضوع كبير جدا 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 ومش هيقدر يقدم حاجه. فان هو يطلب من نفسه قطع اعارته ويرجع تاني لناديه، فدي يعني الحمد لله انها جت منه يا جماعه. واللي فرحان يكتب في الكومنتات مش عايزين نشوف وشك تاني يا كمويش. رابع خبر ده بقى، وده اللي هينكد على الاهلاويه كلهم، وبجد مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه. بجد والله العظيم ما عارف اقول لكم ايه. امام عاشور في عيد ميلاده النهارده جاي له عروض كبيره جدا من الدوري السعودي والدوري الامريكي، والنادي الاهلي بيناقش العروض دي يا جماعه. كل الناس يقولوا في الكومنتات مع او ضد رحيل امام عاشور. يعني كل ده حصل دلوقتي ازاي؟ 4 اخبار للاهلي دلوقتي، 3 اخبار حلوين وخبر وحش جدا وهينكد عليك وصدمه لكل الاهلاويه. وكمل معانا الفيديو للاخر. مبدئيا كده يا جماعه، نبدا بالاخبار الحلوه ولا نبدا بالخبر الوحش؟ لا، نبدا بالاخبار الحلوه وننكد عليكم في الاخر يا جماعه. اول خبر حلو معانا وهو جاهزيه احمد السيد زيزو لماتش سموحه القادم يا جماعه. احمد السيد زيزو خلص التاهيل بتاعه وبدا انه ينزل في التمرين الجماعي، يشارك في التمرين الجماعي بشكل جزئي، وخلال الايام القادمه هيشارك بشكل كامل يا جماعه، وهيكون موجود في ماتش سموحه اللي جاي. لو ما لعبش اساسي بنسبه كبيره جدا هيكون على دكه البدلاء يا جماعه. تاني خبر حلو معانا يا جماعه وهو ان اياس تورو عمل جلسه دلوقتي حالا مع يوسف بالعمري، وطلب منه طلب غريب جدا يا جماعه. طب هتقول لي طب ايه الخبر الوحش في ان هو عمل جلسه مع يوسف بالعمري؟ الخبر الوحش يا جماعه ان اياس تورو عمل جلسه مع يوسف بالعمري، طالبوا فيه باستمراره في الاداء اللي هو قدمه
في الماتش امبارح ويكمل على الاداء ده ويدوس على نفسه شويه عشان يحجز مقعد اساسي ويحجز مكان اساسي مع الفريق، علشان احمد كوكا عنده رقم واحد. قسما بالله يا جماعه عمل الجلسه وقال كده ليوسف بالعامري، ما اعرفش المدرب ده دماغه فيها ايه، الراجل ده مش هيكمل معانا يا جدعان والله. يعني طالب الراجل اللي عمل اداء قوي جدا لباك شمال وعرضيات كتيره جدا، بيطالبوا ان هو يدوس على نفسه عشان يحجز مكان اساسي عشان كوكا رقم واحد عنده. انا مش فاهم الراجل ده دماغه فيه ايه، والراجل ده مش هيكمل معانا يا جماعه. تالت خبر حلو وجميل جدا بالنسبه لي يا جماعه، وهو كاموش عمل جلسه مع مدرب النادي الاهلي وطلب انتهاء وقطع اعارته ويرجع تاني للنادي، علشان هو مش عارف يتاقلم مع النادي الاهلي ومش عارف يتاقلم مع اللعيبه. وبالنسبه لي الخبر ده جميل جدا 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 يا جماعه. واللاعب ما دام اللاعب عايز يقطع اعارته ويرجع تاني للنادي، تعرف ان هو ما عندوش شخصيه ومش هيقدر يثبت نفسه، هو كده كده اصلا ما عندوش حاجه يقدمها للنادي الاهلي. عشان الراجل لما جه النادي الاهلي عرف ان النادي الاهلي كبير جدا عليه، وعرف ان الموضوع كبير جدا 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 ومش هيقدر يقدم حاجه، فان هو يطلب من نفسه قطع اعارته ويرجع تاني للنادي، فدي يعني الحمد لله انها جت منه يا جماعه. واللي فرحان يكتب في الكومنتات مش عايزين نشوف وشك تاني يا كمويش. رابع خبر ده بقى، وده اللي هينكد على الاهلاويه كلهم، وبجد مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، بجد والله العظيم ما عارف اقول لكم ايه. امام عاشور في عيد ميلاده النهارده جاي له عروض كبيره جدا من الدوري السعودي والدوري الامريكي، والنادي الاهلي بيناقش العروض دي يا جماعه. كل الناس يقولوا في الكومنتات مع او ضد رحيل امام عاشور.